السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الفيديو بتاعنا حلو جدا. هنعمل الفطير الشرقي بحشوات مختلفة وجميلة، ممكن تغيري في الاكل كده معاكي وتحشيه بالحشو اللي انت عايزاه. اول حاجة هنعملها مع بعض نبدأ بالعجينة بتاعة حشوة الفطير. هنعمل العجينة بتاع الفطير بقى النهاردة، هتبقى سهلة وبسيطة جدا. معايا هنا كيلو وربع من الدقيق طبعا، وحسب الكمية اللي انت حابة تعمليها. هحط كمان رشة بسيطة من السكر ورشة من الملح. طبعا هنعجنه زي الفطير المشلتت بالظبط، نفس عجينة الفطير المشلتت. ما بنحطلهاش خميرة خالص، سكر وملح، وهنحط كمان مية. انا حاطة مية عادية خالص، ما حطيتش مية سخنة عشان المية السخنة ممكن تفك معاكي العجينة شوية فتخليها معاكي ما تعرفيش تتحكمي فيها. لكن انا عجنته بميه عاديه خالص فهتعرفي تتحكمي في العجينه، وهنشوفها مع بعض في الفيديو العجينه القوام بتاعها وهتبقى عامله معانا ازاي. هتبقى ان شاء الله حلوه جدا. جربي واعتمدي الطريقه، ان شاء الله النتيجه هتبقى حلوه جدا معاكي. نسمي الله كده في اي حاجه قبل ما نبدا كده، ونبدا نعجن ونعجنها حلو جدا جدا. اهم حاجه ان انت تعجني العجينه اللي معاكي كويس قوي قوي طبعا، وتخدمها حلو قوي عشان تديكي نتيجه حلوه ونتيجه كويسه. هنعملها النهارده مع بعض بحشوه اللحمه المفرومه، وهنعمل كمان بالجبنه. تمام. شايفين العجينه حلوه جدا، لا بتلزق معايا ولا اي حاجه، يعني وسط كده. شايفين العجينه حلوه قوي ما شاء الله، بجد تحفه. هنسيبها بقى كده ترتاح معايا نص ساعة ساعة على حسب ما تخلصي كده الحاجة اللي وراكي، وهنبدأ ان احنا نشتغل في العجينة بتاعتنا تاني. انا كده سبتها زي ما احنا شايفين العجينة كده معايا ارتاحت. هبدأ اقطعها كده على هيئة كور. تمام، حسب برضو الرغبة بتاعتك الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انا هستخدم لكل فطيرة كورتين من اللي انا عاملاهم. هما الكور اللي انا مقطعاها كبيرة شوية، مش صغيرة ولا حاجة. مش هستخدم اكتر من كورتين من العجين طبعا عشان تبقى معايا مورقة وتبقى يعني مقرمشة، وهنشوفها مع بعض في اخر الفيديو. هتبقى مقرمشة معايا وهتبقى حلوة جدا جدا. تمام. البولة اللي معايا دي كده فيها، حاطة فيها سمنة على زيت. يعني شوية من كده وشوية من كده، طبعا بتديني نتيجة حلوة جدا. خلصت كده معايا العجين بتاعي طبعا على حسب ما بيطلع معاكي، وهبدأ ان انا احط كده على الوش بتاعه زيت وسمنة من على الوش كده طبعا علشان ما ينشفش معاكي ويعمل قشور كده على وش العجين، يبقى حلو معايا. تمام. هنبدأ بقى نجيب بقى كده العجين بتاعي، وهجيب المادة الدهنية اللي موجودة، وهبدأ ان انا احط كده على الرخامة بتاعتي، وهبدأ افرد اسمي الله كده واصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتي. طبعا العجينة معايا حلوة جدا ما شاء الله، ماشية زي الفل عشان سبتها ارتاحت. هبدأ ان انا هفردها كده بالشكل دوت برضو. تمام. وهبدأ ان انا هدي العجينة بتاعتي الهواء بتاعها، يعني هشدها كده واخليها تهوي معايا كل شوية طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو. حابة ان انتي تفرديها بالمردنة او النشابة زي ما بتسميها برضو تمام، بس انا كده هي سهلة الفرد بالايد يعني. بفرد كده بالشكل دوت وبوسع لغاية ما تبقى العجينة معايا شفافة ورقيقة خالص، يعني زي ما احنا شايفين بديلها الهواء بتاعها اهو. وكل ما بتشديها كده بتفرد معاكي وبتبقى سمكها حلو قوي، وكمان بتشفي معاكي كده بيبقى شكلها جميل جدا جدا. تمام. الطبقه اللي انا عملتها دي الطبقه اللي هتبقى محطوطه، اللي هيبقى عليها الحشو ده، اللي هختم عليها الحشو بتاعي طبعا. وهنشوف مع بعض في الفيديو. ما ننساش بقى نحط لايك للفيديو، ولو انت اول مره معايا في القناه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. هنبدا ان احنا ندهن كده بالماده الدهنيه كل شويه على الاحرف بتاعه الفطيره بتاعتي بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نتنيها على هيئة مربع دايرة زي ما تحبي بالشكل دوت، وهركنها على جنب. هجيب بقى الفطيرة التانية اللي هي بتبقى الكفر الخارجي للفطيرة. تمام. لان انا قلتلك هستخدم كورتين 2 من العجين الفطير معايا، فهفردها برضو كده بالشكل اللي احنا شايفينه، وهحاول ان انا هوسعها ويعني حاولي برضو ان انت تخليها معاكي السمك بتاعها يكون رقيق حلو زي الفطير المشلتت بالظبط.
ولو اتقطعت منك برضو مفيش قلق خالص وما تخافيش، هتمشي وهتبقى زي الفل وهنشوفها مع بعض. هنحط بقى كده، نجيب بقى الفطيره بتاعتي اللي انا عملتها الاول، اللي انا قلت لك حط عليها الحشو بتاع الفطير، اللي انا احط عليها اللحمه المفرومه بالشكل ده كده في النص. وهبدا ان انا هجيب برضو ماده دهنيه ادهنها بالشكل دوت كده، وهجيب بقى الحشو بتاعي. طبعا انا معصجه لحمه مفرومه وهبدا ان انا هحشي بيه، وطبعا كلنا عارفين اللحمه المفرومه بتتعصج ازاي وعملتها معاكم كتير في الفيديوهات. هجيبها بقى واحط كده، حبه تعملي سجق، حابه تعملي شاورمه فراخ. انا عملت الصراحه النهارده لحمه مفرومه، وعملت كمان ميكس من الجبن كده، حشيت بيها فطير كده لوحده، كان حلو جدا جدا. تمام. جبت معايا بقى، حطيت كده جبن مشكله معايا، وجبت كمان بقى اللحمه المفرومه زي ما احنا شايفين كده، وببدا ان انا افردها على العجين بتاعي. طبعا انا عصقت اللحمه المفرومه ببصل وثوم، وحطيت عليه ملح وفلفل اسود، وحطيت 7 بهارات. حابه تحط عليه جزر مبشور برضو بقى طعمه حلو جدا جدا. وسبتهم كده عصقهم كده على مع بعضهم، وادوني النتيجه اللي احنا شايفينها دي. تمام. هحط بقى كده برضو عليها زيتون اخضر او اسود زي ما تحبي. طبعا بيبقى طعمها عامل زي البيتزا كده، بيبقى طعمها حلو جدا، بس العجينه بتبقى طعمها حلو ومختلفه. هحط كمان شرايح من الطماطم، وطبعا الحشوات دي ترجع لك وزي ما تحبي ان انت تحطي في الفطير بتاعك. حطيت كمان شرايح من الفلفل الاخضر وفلفل حامي حسب الرغبه، لو مش حباه تمام ما تحطوش. تمام كده. هبدا بقى ان انا هقفل الفطيره بتاعتي، وحط بقى كده جبن كده حلوه كده، هتديكي مطه معاكي حلوه جدا في الفطير. هقفل بقى الفطير بالشكل اللي احنا شايفينه، وما تخافيش برضو لو اتقطع منك بالشكل دوت، هنبقى ان احنا نقفله كويس جدا. وهبدا ان انا هتنيه كده من الناحيه التانية. هجيب بقى الصاج بتاعي او الصينيه اللي هتدخليها الفرن، وهتحطي فيها الفطيره بتاعتك وتشكليها حسب ما انت عايزه. دي كده تاني فطيرة برضو عملتها بالشكل دوت، لحمة مفرومة، وحطيت برضو نفس المكونات اللي ما كانت موجودة معايا في الفطيرة اللي فاتت. انا طبعا حطيت الفطيرة في الصاج ودخلتها الفرن في الرف الاوسط كده على درجة حرارة 200. طبعا الفطير بيحتاج نار عالية شوية، ما بيحتاجش نار واطية عشان يبدأ يورق معاكي ويبقى لونه حلو. حطيت كده زي ما احنا شايفين المكونات كلها اللي موجودة معايا بالشكل ده. حشيت كده لحمه مفرومه، وحطيت كده ميكس من الجبن والزيتون والطماطم والفلفل، وهبدا ان انا هقفل بقى برضو الفطيره بتاعتي بنفس الشكل. شايفين حلوه جدا ما شاء الله بجد، وكان مورق وكان حلو قوي قوي. وبدهن كده ماده دهنيه موجوده معايا، وبجيب الصينيه وبحطه وبفردها فيها بالشكل ده. اخر فطيره معايا هعملها معاكم كده بالجبنه الميكس برضو مشكله كده. انا حطيت على وش الفطيره برضو، عملتها زي البيتزا كده من الفوق، وما تخافيش مش هتتحرق معاكي ولا اي حاجه. حطيت كده جبنه، وحطيت طماطم وشرايح من الفلفل وشرايح من الزيتون برضو، واديتها شكل البيتزا كده، ودخلتها الفرن برضو. خدت معايا وقت قصير جدا وخرجت معايا، وبرضو كان شكلها حلو جدا. هنشوفها مع بعض في اخر الفيديو. هجيب بقى زي ما قلت لك الفطيره الاخيره دي اللي معايا، حبيت ان انا اعملها كده بالجبنه بس. حطيت كده جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا على جبنه رومي، وقفلتها برضو بالشكل اللي احنا هنشوفه. حطيت برضو شرايح اهو من الطماطم والخضروات اللي موجوده معايا، وكانت بجد تحفه. شايفين دي اول فطيره عملتها، حطيتها في الصاج كده في الفرن اهي زي ما احنا شايفين، وده كده كان شكل الفطير معايا. بجد كان تحفة، قرمشة وطعم خطير جدا جدا، وشكله حلو قوي قوي. جربيه وتغيير في الاكل كده. دي كانت وجبة غدا انا عاملاها للاولاد، بجد كان طعمها جميل، وبجد طعمها حلو قوي قوي بجد. جربيها، العجينة حلوة وناجحة معاكي. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو اول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب بالقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. عملت معاه كمان الصوص بتاع الجبنة الشيدر برضو، بس ما نزلتوش معاكم في الفيديو دوت، ان شاء الله ننزله معاكم في فيديو تاني باذن الله. شايفين شكل الفطير من جوه تحفة بجد. اتمنى منكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا فيديو لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.